السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتين كده على المشي. لكل زوج فاكر ان متطلبات مراته فوق الخيال، وان مراته بتصرف كتير، وان دي مش طلبات مراته، دي طلبات البيت. كيس السكر وباكو الشاي وكيس الاريال وكيس الكلور. آه، ومثلا كيس البسكوت للطفل اللي طالع، ولا البامبرز، ولا الحاجات دي كلها متطلبات البيت، مش متطلبات مراتك خالص. يعني متطلبات الست مختلفة تماما عن متطلبات البيت. فلما هي ما تطلب منك حاجة، معنى كده ان هي مش قاسمة وسطك ولا حاجة، بس دي متطلبات البيت الطبيعية. باكل شاي، كيس السكر، نص رز، باكو ايه. هي على اتم استعداد. الزوجة المصرية اصيلة جدا، مكافحة جدا مع جوزها، واقفة في ظهره، سنده وظهره، وان هي بتقف في ظهرك وبتساندك وبتشتغل. ده مش حاجة أساسية منها، ده فضل كده إن هي بتعمل حاجة فبتزود، لأن القفة بمودنين بيشيلوها اتنين، طبعا معروفة. وإن هي بتساعدك وبتكافح معاك وبتشاركك مشاكلك وشايلة معاك الحمل، فدي كتر خيرها، يعني تشكر. لكن ان هي بتشتغل وتتعب زي ما انت شغال بالظبط، بل بالعكس تيجي كمان تخلص شغل البيت وطلبات الولاد والغسيل والتنشير والترويق ومذاكرة الولاد وكل ده، وحاسس ان هي متطلباتها كتير وبتطلب كتير ومصاريفها كترت والمصاريف بتاعت مراتك كترت. هي مش مصاريف مراتك خالص. عايز تعرف المصاريف بتاعت الست ايه؟ تعالى بقى اعرف. مصاريف الست لما تقولك اديني 100 جنيه عشان اروح اعمل شعري استشوار وبيبي بيس، اديني 70 جنيه اعمل وشي وتاتو باتو كاتو، اديني اعمل كرياتين ب 1200 جنيه، كرياتين مش بروتين يعني كمان. بقول لك ايه، انا عاجبني طقم مش عارفه اعمل له 550 جنيه في المحل، عايزه اشتريه. وشافت طقم مثلا بيجامه ولا حاجه، ما قالتلكش بقول لك انا عاجبني الطقم ده وماليش فيه، اتصرف جيب لي، ماليش فيه. كده هنا ساعتها هتقول دي ايه؟ مصاريفها كتير وبتطلب فوق طاقتي، وانا اجيب لها منين وانا اعمل ايه؟ لما تشوف جزمه تحفه بقول لك ايه، انا الجزمه دي عاجباني ولازم اجيبها، ولازم اجيبها. طب اجيب لك منين الجزمه يا بنت الناس وانا فلوس الشهر على قدي والولاد والمدارس والدروس؟ تقول لك لا، مش ماليش فيه، اتصرف. انا متجوزه ليه؟ مش متجوزه راجل عشان يجيب لي كل متطلباتي؟ ما انا كنت قادره اقعد في بيت اهلي. هنا ساعتها تقول هي كده ناويه تكسر ظهري، هي كده ناويه. انا هي عارفه ان مش بايدي ومتطلباتها لازم تيجي. متطلبات الزوجه غير متطلبات البيت خالص. متطلبات البيت مكنسه مكسوره عايزه تتجاب، جاروف، يعني حاجات بسيطه، كلور، البرسيل، الجاز، الحاجات دي كلها اللي هي بتاعت اداه التنظيف اللي هي بتخدم بيها. الاكل اللي انت بتجيبه، يا اخويا جبت فول هتطبخ، جبت لحمه هتطبخ، ما جبتش الست المصرية الأصيلة. معاكوا ستات أصيلة كتير، وكل راجل بيسمعني دلوقتي عارف ان معاه ست كمل، ست ب100 راجل. ست لو في يوم معهاش فلوس وانت معكش فلوس بتقضي باللي موجود. ست لو مفيش الدنيا خلاص مكحرته هتقف جنبك وتبقى سندك وظهرك. ست لو في يوم مفيش اكل هتعمل سندوتشين جبنه للعيال وتقول لهم معلش مش مهم النهارده نقضوها كده. ست عمرها ما تقللك في عين ولادها وتقول لك لا ده بابا بيشقى ويتعب عشان معلش ما جراش حاجه، الظروف النهارده مش مسامحه ان احنا نجيب حاجه او نعمل حاجه. ست لو جت في العيد ما تطلبش منك اي حاجه وتقول لك مش مهم جيب للولاد. ست ب100 راجل. لكل راجل انت لو معاك الست اللي ب100 راجل دي وحامده وشاكره وراضيه في عيشتها وكمان بتساعدك، تحمد ربنا عليها وتقول انا ربنا بيكافئني، وربنا عالم بالظروف، وتحمد ربنا وش وظهر ان انت معاك ست كمل زي دي، مش مبهدلاك في المحاكم، مش مفضحوك عند اهلك، مش فضحوك عند اصحابها وحبايبها، وعلى طول بتشكر فيك وسط اهلها ومكبراك ورافعه راسك، وعلى طول مكبراك قدام صحابها وحبايبها. لا ده انا جبنا كده، ده احنا اشترينا كذا، ده احنا جبنا كذا. ده لو بالكذب. الست الاصيله دي امي وامك وحبايبنا وعيالنا ان شاء الله. الست الاصيله دي اللي علمتك يعني ايه وقت الزنقه تبقى راجل، اللي علمتك ما تقولش ما تقعدش في البيت وتقعد تقول وانا اعمل ايه. اتصرفي. لو معاك ست كمل وب100 راجل، بوس راسها وقول لها انت ست الناس وحقك عليا، وما تزعلوش بعض لان الفتره اللي جايه دي صعبه جدا على الكل. شكرا جزيلا لكم. يبقى هنا متطلبات البيت مش متطلبات الست، على فكره مش متطلبات الست. تمام؟ عارف تتفرق ايها الرجل متطلبات الست من متطلبات البيت؟ شكرا جزيلا لكم. امي على طول بتقول القفه ام ودنين بيشيلوها اتنين. امي على طول بتقول القفه
اتنين، بيشيلوها اتنين، كون وسند وعون وظهر لبعض. الفترة الجاية هتبقى صعبة جدا على الكل، ولكن احنا قدها. ونحاول نكون عون لبعض. شكرا جزيلا لك.